أوقفت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس شخصا يدعى محمد ألف، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية تتضمن معطيات غير صحيحة من شأنها التأثير على النظام العام وإثارة البلبلة بين المواطنين. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه كان يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قام بنشر مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع. وقد تبين حسب نفس المصادر أن هذه المقاطع لا تعود لأحداث حديثة، بل توثق وقائع سابقة مرتبطة بحالات فوضى عرفها سوق الماشية بمنطقة بن سودة، إلا أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها أحداث جارية في الوقت الراهن، وهو ما تسبب في خلق تفاعل واسع وردود فعل متباينة على منصات التواصل. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه المعطيات استنفرت المصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها فور رصد تلك المنشورات للتحقق من حقيقتها وتحديد ظروف نشرها. وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه الإجراءات وفق المصادر نفسها إلى تعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية والتأكد من الخلفيات والدوافع المرتبطة بنشر هذه المحتويات الرقمية، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.